السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة جايه لكم فيديو جديد، وهنعيش كده يوم مع بعض كده في المطبخ من اوله لاخره. ده يوم الطبيعي عادي كده زي اي بيت يعني. المهم انا هنا كده صحيت الصبح، نزلت طبعا السوق، جبت الطلبات بتاعتي، وجينا بقى فطرنا وكده، وقلت ادخل بقى على ايه، على المطبخ كده اشوف ايه اللي ورايا. دي يا جماعة المواعين بتاعت بالليل عادي، وبتحصل في اي بيت عادي جدا. تعبانة، مكسلة، سقعانة، المواضيع دي عادية. المهم انا هنا مكنتش عملت المواعين بس بتاعت قبليها بيوم يعني، فسبتها. طبعا نزلنا بالليل جبنا الطلبات بتاعت الشهر وكده، لما رجعت الصراحة ما قدرتش اعملها. المهم سبتها عادي يعني. بصي، ما تضغطيش على نفسك ولا تتعبي نفسك ولا حاجة. لما تكوني تعبانة ارتاحي، وبعد كده خلصي اللي وراكي، لان انت لو وقفتي تعمليه وانت تعبانة هتتعبي اكتر. فانت ريحي نفسك الاول، وخلي مثلا التعب اللي عندك ده يروح او يهدى شوية، وبعد كده شوفي مصالحك. لازم ناخد الامور كده بالراحة وببساطة، وما نشيلش هم، عشان يعني بصوا الحياة تمشي والدنيا كده تبقى سلسة معانا. ما تدخليش تعملي الحاجة غصب عنك، عشان انت هتبقي كارهة حياتك وكارهة. بصي، دنيتك ممكن تكسريهم بدل ما تغسليهم يعني. على فكرة انا بحب اغسل المواعين، مش من الناس اللي ما بتحبش تغسلها. اطباق، الكوبايات، ما بحبش بقى الحلل واي حاجة صغيرة ما بحبهاش. بس انا بحب في العموم يعني، عادي بالنسبة لي اغسل المواعين عادي، مفيش مشكلة. المهم هنا كده هنعمل بس شوية المواعين دول كده مع بعض، وهنرتب ضلفة الخزين. ده يومنا كده هيمشي في المطبخ زي ما بقول لكم كده بالترتيب. انا عشته معاكم كده، بصوا ما طبيعي خالص. هنا خلصت المواعين وكلها، مرضتش يعني اكمل معاكم عشان الوقت يعني. احنا بس مجرد تشجيع، كلنا بنعرف نغسل المواعين وزي الفل يعني. المهم هنا غسلت، جبت الليفة بتاعة الحوض، وقلت ادعك الحوض الاول دعكة نظيفة كده عادي كده بالمية والصابون، بس عشان انا بحب اغسل المواعين كلها الاول، وبعد كده بغسل الحوض واحط فيه المواعين وافتح الحنفية واشطف مرة واحدة. يعني بحبش اغسل واشطف، اغسل واشطف كده بحس ان هو تعب. المهم بخلص كل المواعين كلها، او ممكن اقسمهم نصين يعني، اعمل نصهم وافتح الحنفية واشطف، وبعدين اعمل نصهم وافتح الحنفية واشطف. المهم انا هنا كنت عملتهم كلهم مع بعض، وغسلت الحوض غسلة نظيفة عشان انزل فيه المواعين النظيفة طبعا على نظافة. بصوا، اهم من الشغل نفسه ترتيب الشغل، وترتبي نفسك كده وترتبي اولوياتك. انا هنا دخلت على المطبخ، قلت اول حاجة اعملها الاول المواعين، افضي المطبخ معايا والحوض عشان يبقى كل حاجة قدامي نظيفة. البوتاجاز عندي كان نضيف، ما كانش فيه حاجة يعني. اعمل تدخلي المطبخ، لو في مواعين هتعملي المواعين الاول وتعملي البوتاجاز، عشان لو عايزة تنضفي حاجة، تقطعي خضار، تعملي اكل وكده، يبقى كل حاجة نضيفة معاكي وتشتغلي على نظافة. ما بحبش اشتغل في المطبخ وفي مواعين او طبق في الحوض. المهم انا هنا كده هنضف الحوض كويس معايا، وبعد كده كنت نزلت السوق بقى وجبت فراخ وجبت لحمة. النهاردة هنعمل ان شاء الله صينية بطاطس كده باللحمة جميلة قوي، روعة ان شاء الله. طريقتي تعجبكم وتجربوها على طريقتي يعني، حلوة قوي. المهم هنا كده خلصت المواعين كلها، وقلت املى الازايز كده واحطها في التلاجة. وهجيب بقى الفراخ، واجيب الفراخ هنضفها. مش هنضفها معاكم، بس هوريكم بس الخلطة اللي انا بنضفها بيها ايه. طبعا كلنا بننضفها الفراخ، اهم حاجة تتنضف كويس، وتشيلي الزلال اللي في بين اللحم والجلد كده، وايه كويس قوي يعني. هنا طبعا بدي نفسي سقف عشان انا ايه، شطورة، وفضيت الحوض كده ونضفته. المهم هنا جبت بقى كده معايا الفراخ، هنضفها كويس. الاول هغسل اللحمة، في ناس كتير ما بتغسلش اللحمة. المهم انا هنا ايه، لازم يا جماعة اللحمة تتغسل، ما ينفعش ما تتغسلش. هي بتبقى متعلقة، في ناس بتسيبها مكشوفة، وفي ناس بتحط عليها قماشة بيضة. بس انا بصوا شطفة بسيطة، ولا خل ولا ملح ولا اي حاجة. هي شطفة بسيطة تحت المية الجارية كده. لو فيها مثلا مكان الجزار ما بيقطع ايده، السكين عليها حاجة، الخشبة مثلا اللي بيقطع عليها دي بتبقى يبقى فيها رواسب كده في اللحمة. فانا بشطفها شطفة كويسة بالمية كده بس، وبعصرها كويس، وبحطها كده. هنا جيت على الحلة هنا، حطيتها كده تتشوح على نار عالية، وبروح عاملة بصلاية، جزراية، طماطماية، قرن فلفل،
وهنا هحط ورق لورا ومعلقة فلفل اسمر وخلاص على كده. هنا كنت عايزة احط كمون بس ما لقيتش الكمون اللي انا جايباه، قلت شوية كده يعني هخلص، ولما اجي اضيف الملح هضيف معاه الكمون ورشة قرفة صغيرة. حطيت هنا التوابل والخضار المتقطع ده وسبتها كده على النار، ورحت بقى ايه، أنا هنا كده كنت نضفت الفراخ خلاص، نضفتها تنظيفة تمام وكويسة اوي، زي الفل يعني. هنا جبت شوية دقيق وشوية ملح وهنحط عليهم جنزبيل وليمون. جربوا الجنزبيل يا جماعة في تنظيف الفراخ، حلو قوي قوي قوي، احسن من الخل كمان. يعني انا لغيت فكرة الخل دي، لان بصراحة كنت بغسل بالخل ما كانش بيبقى فيه زفارة، بس كنت برضو بحس ان الفراخ فيها حاجة غريبة، طعم غريب. المهم لما لغيت الخل وحطيت ليمون بس مع الجنزبيل والدقيق وشوية مية، طلعت النتيجة زي الفل، ولا زفارة ولا طعم غريب ولا اي حاجة. جربوا كده الجنزبيل على في طريقة الغسيل دي، حلوة قوي. على فكرة سمعت حد في قنوات يعني بيقول حطوا طماطمية على المية، عايزة اقول لكم محدش يعمل العملة دي لاني جربتها. بصوا مهما تحطي ليمون وخل ودقيق بتزفر بطريقة وحشة وحشة وحشة، مش هتطيقوا تشموا ريحتها. انا جربتها مرة وندمت بصراحة. المهم هنا رجعت بقى ايه زي ما انا بعمل كده على طول، هو شوية الدقيق والملح الخشن دوت وشوية جنزبيل وليمونة او اتنين، بص براحتك بقى. وهتحطي شوية مية كده وتسيبيهم ايه 10 دقايق ربع ساعة، طبعا هتخلصي فيهم حاجة تانية في المطبخ وتشطفيهم على طول وتحطيهم تكيسيهم في الفريزر. عايزة في المرحلة بعد الشطف ده تتبلي، لكن انا شلتهم كده الصراحة. المهم هنا كده جبت كانت الفراخ اللحمة معايا اتشربت شوية، حطيت لها رشة قرفة والكمون، لسه ما حطيتش الملح، وزودت شوية مية من الكتل. انا هسويها نص سوا عشان هكمل سواها في الصلصة بتاعة البطاطس. هنا قلت اعمل الصلصة بتاعة البطاطس دي، حتة دهنة كده من اللحمة كانت محطوطة مع اللحمة يعني، قلت بدل ما احط سمنة وزيت لا انا هسيح الدهنة دي، وبرضو منها تديلي طعم حلو في الصلصة، يعني تدي طعم جميل قوي. هنا سيحتها كده وحطيت معاها شوية زيت وغطيتها طبعا عشان ما تطربش وتبهدل لي الدنيا. هنا كده ما خدتش 5 دقايق بالظبط على بال ما خرطت البصلايه. هنا بقى جبت بصلايه كبيره وقطعتها جوليان كده، يعني بقسم البصلايه نصين وبقطعها طرنشات كده. ما بحبش اعمل البصله صغيره في صينيه البطاطس، بحب البصله كبيره تبقى باينه فيها كده، وبقطع البطاطس برضو تكون كبيره شويه عشان ما تتهريش معايا. هنا حطيت فص توم، معلقه توم كبيره كده، ده التوم اللي احنا مفرزينه مع بعض في الفريزر يعني. بصوا يعني انا مفرزاه من ساعه التوم ما طلع من السنه اللي فاتت لما فرزناه مع بعض، الفيديو بتاعه على القناه يعني. عايزه اقول لكم ابيض وزي الفل، هو هنا باين سنه صفار كده بس ده من الكاميرا مش من التوم مش اصفر. هنا بقى هخليه بس يتحمر كده شويه، انا مش بحمر البصله ولا التوم، انا بس بشوحهم تشويحه، يا دوب ريحه التوم هتطلع كده مع البصله وهضيف عليهم الصلصه على طول. انا ضربت هنا صلصه وبقرن فلفل يعني اخضر في الخلاط، وهنا جبت معلقه كيس صلصه. انا على فكره يا جماعه ما بقيتش اجيب البرطمانات خالص، يعني بصوا بتعذبني، بقلبها وبحط على وشها زيت، ومهما اعمل فيها برضو بلاقي فيها على الوش كده حاجات مش حلوه، وبرمي اكتر من نصها فبتهدر معايا وما بتنفعنيش. انا عملت ايه بقى، انا بجيب الاكياس ديت على قد الطبخه دي، قد معلقه كبيره مثلا، وانتي مش هتحتاجي اكتر من معلقه كبيره على الطبخه مع الطماطم، ولو الطماطم حمراء انا ما بحطش صلصه خالص. المهم هنا كده قلبتها شويه وجبت الصلصه حطيتها، وعلى فكره انا رشيت رشه سكر بس ما جاتش في الفيديو يعني عشان الحموضه بتاعه الصلصه. هنا حطيت الصلصه معايا، ومش هحط اي حاجه خالص غير الفلفل الاسمر والكمون والملح. اللحمه ما بتحبش توابل كتير، اللحمه اساسا بيبقى طعمها حلو يعني مش محتاجه مننا اي افتكاسات في التوابل. المهم حطيت الملح والفلفل والكمون وخلاص على كده. الكمون بتاع باب الشام ده طلع حلو قوي، التوابل عامه بتاعتها كلها حلوه ونضيفه يعني. هنا حطيت رشه كمون وهسيبها بقى تتسبك شويه. لما اتسبكت شويه شلت اللحمه من الشوربه نص سوا كده، وحطيتها معاها هنا هتاخد شويه كده تغلي غلوتين 3، وبعدين هنا خرطت البطاطس على بال ما الصلصه تستوي شويه، هبرجع بقى احط فيها البطاطس.
بصوا مقطعه البطاطس يعني عريضه شويه ازاي عشان على بال ما يستووا مع بعض ما تتهريش معايا. هنا كان ضلفة الخزين فاضية عندي خالص ما فيهاش بصوا اي حاجة، وطبعا جبنا الحاجات مع بعض وسبتها مكانها على المطبخ من بالليل، ما عملتش حاجة بصراحة لان كنا لفينا كتير وتعبت، فجينا ايه عملت بس معاكم فيديو المشتريات ونمت على طول. هنا بقى كنا جبت بقى البرطمانات كلها معايا والعلب ديت وقلت افضيها، واللي مش نضيفه انا هغسله، بس هم نضاف كلهم لان انا كنت لسه غسلاهم يعني. ده البرطمان اللي بعمل فيه الخلطة بتاعة التنظيف بتاعة الفراخ برضو فاضي هملاه معاكم. هنا دي العلبة دبس الرمان فاضي، والصلصة الزيت ده كنت شارياها الازازة دي كريستال حلوة قوي يا جماعة. لو هترشي على صينية ترشي وش مكرونة وش جلاش اي حاجة بتسهل معاكي قوي في الاستخدام يعني. ولما بتفضى انا بفضي زيت فيها من عندي يعني، انتي بتشتريها مرة واحدة بس. المهم هنا كده كانت اللحمة خدت شوية مع الصلصة بقى ونزلت كل الطعم بتاعها فيها، وانا جيت ضفت عليها البطاطس غلوة واحدة بس من فوق، وبنزلها الفرن وبشغل عليها من فوق ومن تحت يعني الفرن والشواية، ولما بتستوي بطفي عليها وهوريها لكم في الاخر. انا عملت جنبها رز بشعرية كده ومخلل زيتون وخلاص والحمد لله رب العالمين يعني على نعمة ربنا وفضله علينا. اللهم اطعم كل جائع يا رب العالمين. بصي وانتي واقفة في المطبخ بقى انا كده كنت فرهطت وتعبت وعطشت وكل حاجة، فقلت ارتب على نفسي كده. ما تنسيش نفسك وانتي شغالة، اي حاجة جنبك عايزة تاكليها كليها، سلي نفسك باي حاجة كده عشان ما تمليش. هنا ازازة الزيت كانت فاضية، جبت الزيت اللي انا جبته كده وقلت املاها معاكم. بصوا الازازه دي حلوه وخفيفه والغطا بتاعها محكم كده وجميل، مريحاني قوي في الاستخدام. بدل ما اشيل الازازه الزيت الكبيره دي لا بفضيها كده، ولما بتنقص شويه او بتفضى بملاها تاني. القفله بتاعتها عجباني قوي يعني الغطا نفسه الكبير محكم، وكمان الفتحه الصغيره اللي بتنزل منها الزيت برضو الغطا بتاعها بصوا انا بفتحه بالعافيه. عجباني عشان لو اي حد لطشها في المطبخ، الولاد طبعا عارفين داخلين طالعين فتحوا ضلفة بتاع فما تقعش وتبهدل الدنيا. المهم هنا جيت كده قلت همسح بقى العلبة دي. بصوا المنديل لما بحطه في العلبة بيفضل محافظ لي عليها ومخليها زي الفل يعني. انا ما غسلتهاش معاكم اهو، انا بس بالفوطة كده شلت اي عفارة او اي حاجة فيها وحطيت منديل تاني. وهحط بقى علبة السمنة برضو، وهملى ازازة الزيت الصغيرة دي برضو هملاها وهحطها معاها. بصوا انا من قبل اليوتيوب ومن قبل القناة وقبل الحاجات دي كلها برضو ما كنتش بحب اي اكياس في المطبخ. ما كانش اختراعات المنظمات دي طلعت وعلب الخزين والكلام ده، بس انا كنت بحط في برطمانات وعلب من العلب الكتير اوي اللي عندنا في المطبخ. ما فيش ست بيت ما عندهاش العلب اللي هي حتى بتاعة التلاجة دي. كنت اي برطمان بلاستيك، اي برطمان عسل من اللي هو بتوع العسل الازاز، اي برطمان بشتري فيه اي حاجة ما برموهوش، بغسله كويس وبحط فيه المكرونة والشعرية. وكنت برضو عاملة الضلفة دي من زمان قوي وانا عاملاها. بحب انا يعني ايه، ما بحبش موضوع الاكياس المفتحة ده، والافلام دي بتبقى عاملة دوشة جامدة وكمان بتبهدل الدنيا. لو جيتي تاخدي حاجة او تسحبي حاجة هتلاقي الاكياس وقعت منك وبهدلت الدنيا. هنا حطيت بس الحاجات اللي احنا جبناها امبارح، الطحينة وزبدة الفول السوداني والدبس الرمان والزيت وكده، وحطيتهم هنا كده في العلبة. لما باجي استخدم حاجة منهم بشد العلبة مرة واحدة يعني. هنا انا بحب اقسم المكرونة الاسباجيتي دي نصين، ما بحبش اعملها بطولها كده ولا بحب اقطعها يعني صغير قوي، فبقسم الواحدة 2 كده وبملى العلبة دي وبحطها برضو، ولما باجي استخدم باخد منها على قد الاستخدام بتاعي. هنا قلت افضي الشعرية، العلبة دي بتاخد معايا كيلو الشعرية كامل. يعني ما بحطش الشعرية غير فيها. ليه بقى؟ لان ليها كوباية كده معاها مع الغطا من فوق، فبحب انا استخدم الكوباية دي بملاها شعرية بتبقى معايا على قد الطبخة. يعني مثلا كوباية شعرية من دي على كوباية او 2 رز زي ما انت حابة. بصوا اهي الكوباية اللي بقولكوا عليها اهي، بملاها شعرية وبتبقى تمام معايا على قد الطبخة يعني. بحبها قوي العلبة دي جميلة. هنا لقيت النعناع كبير قوي على العلبة دي، قلت ايه هفضيه في برطمان صغير يعني واحط مكانه مكرونة او اي حاجة.
هنا هفضي السكر، دي علبة السكر، قلت افضي بقى السكر، دي بتاخد معايا كيسين، هيفضل شوية صغيرين كده احطهم في علبة الاستخدام اللي احنا بنستخدمها يعني. اهم حاجة في المطبخ ان انت تكوني مرتبة نفسك ومرتبة امورك وصاحية كده، انت عارفة هتعملي ايه في اليوم. ما بحبش اصحى كده كون انا مش عارفة مثلا هعمل اكل ايه النهاردة واقعد افكر واقعد ادور وكده، لا. من قبلها من بالليل ببقى عاملة حسابي وسائلة مثلا الولاد في البيت هتاكلوا ايه، وطبعا مفيش كلمة بيقولوها غير اي حاجة. تاكلوا ايه اي حاجة، فانا بعمل اي حاجة بقى، بقعد افكر انا لوحدي كده. دي بصوا يعني اكتر حاجة بتتعب الام في البيت. انا عندي اشتغل وانا على فكرة بحب شغل البيت قوي وبحب المطبخ وبحب لو حبيتي الحاجة اللي انتي بتعمليها مش هتبقي متضررة ولا متضايقة ولا حاجة. وبعدين ده بيتنا ودي حياتنا ومحدش يعني معلش في الكلمة، يعني طول ما انتي قاعدة كده وسايبة بيتك مش نضيف ومواعينك مش معمولة وحياتك متبهدلة وكل ما حد يدخل عندك يتكلم عليكي وعلى قلة نظافتك، برضو محدش هيجي ينظف لك، لان انتي ما عندكيش الامكانية ان انتي تجيبي حد ينظف. فلازم انت حتى لو غصب عنك فين اصلنا يعني. في ناس كتير طبعا نضيفة وناس كتير بتعمل وبتشوف حياتها، بس في ناس كتير برضو قصادنا وفي حياتنا، اكيد كل واحدة فينا عندها جارة، عندها قريبة، عندها كده. دايما مش يعني اسفة في اللفظ، تخشي بيتها كده تلاقي التراب على كل حاجة في حواليها، وقاعدة كده مش مرتبة دنيتها ولا حاجة متنظمة ولا حاجة. فدي حاجة وحشة قوي، حاجة وحشة قوي ليها يعني والبيت نفسه ده التراب ده بيعمل يعني، يعني مش عايزة اقول لكم بيعمل طاقة سلبية قد ايه في البيت. اي حاجة اول باول كده في ايدك اعمليها، ما بقولكيش لما تكوني تعبانة اشتغلي، لا. طب ما انا لسه قايله لكم برضو لما تبقي تعبانة ما تجيش على نفسك، بس ما اجيش على نفسي في يوم هقعد ساعتين تلاتة اريح فيهم وبعدين اقوم اشوف اللي ورايا واخلص شغلي. مش هقعد بقى ما اجيش على نفسي، انا مش هنضف واقعد كده مش نظيفة وكل ما حد يدخل يتكلم عليا، لا طبعا لازم انضف. بصوا معايا هنا، دي الخلطة اللي انا بعمل بيها الفراخ اللي لسه غاسلة بيها معاكم، بس انا بحب اعملها كده على بعضها علشان باجي لما اكون هغسل فراخ او سمك او حاجة اخد منها معلقتين تلاتة كده، بدل ما اقعد اطلع كل البرطمانات واقعد افضي من كل حاجة شوية. الترتيب والتنظيم حلو قوي قوي بيريح. حطيت الدقيق والملح والجنزبيل اهم على بعض، هقلبه. هنا بقى فشلت فشل ذريع يعني، قلت اجيب المعلقة واقلب فاتبهدلت يعني. وارد وبتحصل. المهم هنا كده لميت الدنيا كده وقلت هغطيها و... وارجها كده وهي هتتقلب مع نفسها يعني. رجيتها هنا كده رجة كويسة وقلبتها كده مع بعض. بصي بقى معلقتين تلاتة على شوية المية وخلاص خلصنا، بدل ما كنت هتجيبي البرطمان وتفتحيه وتجيبي برطمان الدقيق وتجيبي الملح وشغلانة. هما كده مع بعض وكل ما بيخلص بعمله. هنا بقى ده لسان عصفور مش موجود اصلا، حتى نسيت اجيب، هنزل اجيب عايزه لسان عصفور وعاوزه دبس الرمان برضو لقيته ناقص عايزه اجيب. المهم هنا فضيت العلبه بتاعه النعناع دي، بس غسلتها طبعا ونشفتها كويس وقلت احط مكانها المكرونه. انا هنا كنت غسلتها ونشفتها. هنا ده اللهم صل على النبي الفريك، قلت افضيه برضو. جربوا فريك الضحى، اللي بيحب الفريك زي كده ما يجيبش فريك سايب لانه بيبقى مش نظيف وبياخد منك غلبة، ومهما تعملي فيه وتيجي تاكليه برضو بيبقى فيه حاجات مش كويسة. الضحى نوعه حلو قوي قوي ونضيف وما بيتنقاش كمان. المهم انا فضيته هنا كده وقلت خليت في البرطمان ده كده يعني. هجيب العلبة التانية بقى اللي انا غسلتها دي وهفضي فيها المكرونات اللي قدامي دي. دي المكرونة اللي هي التحمير الصغيرة دي. العلبة دي معايا مقسومة نصين كده، فكنت بحط فيها نوعين، واحد شعرية وواحد مكرونة، لقيتهم ما بيكفوش فقلت اخليها لحاجة واحدة يعني. دي الفتحات بتاعها من ناحيتين برضو. عارفين العلبة دي ممكن تنفع للعدس، تحط هنا عدس اصفر وهنا عدس بجبة، هبقى احط فيها برضو. المهم هنا فضيت معايا المكرونة كلها كده وغطيتها. بصوا يا جماعة، المنظمات دي انا مش جايباها كلها كده مرة واحدة، لان هي اساسا العلبة غالية، مش عارفة يعني من 15 وانت طالعة حسب الشكل وحسب الحجم بقى. فانا لما بنزل بجيب علبة او اتنين، لسه برضو عايزة اكمل المجموعة بتاعتهم لان هم عجبوني وبيريحوا يعني في الاستخدام.
هنا جبت بقى المكرونة القلم، انت هاتي استخدامك في المكرونة زي ما انت حابة. انا جبت الاكياس اللي هستخدمها على قدي، وفضيت على قد اللي انا هستخدمه، والباقي رصيته كل الاكياس والرز وكل حاجة فضيتها في العلبة من رصيتها في المطبخ من تحت. ما فضيتش الرز لان لقيت علبة الرز فيها شوية، فقلت استخدمهم الاول وبعد كده اغسل العلبة معايا وافضي فيها الرز كله بقى. هنا لقيت علبة فاضية وخلاص مش هستخدمها في حاجة زيادة عندي، رحت حطيت فيها المكرونة هنا كده. هنرتب بقى الضلفة كده مع بعض وننظمها. بصوا هتلاقوا منظرها في الاخر بيختلف، وكل ما تعوزي حاجة بتسحبي كده العلبة على طول بدل ما تجيبي الكيس ويقع منك او حاجة. دي الشعرية القديمة، انا ما بفضيش الجديد على القديم، القديم بخليه لوحده وبستخدمه وبعد كده بفضي الجديد. دول شوية شعرية فضلوا معايا، جبت برطمان نضيف كده. بصوا البرطمانات بتنفع ازاي في اي حاجة، دول انا كنت شارياهم كده برضو، كانوا 3 مع بعض. برضو بقيت استخدمهم في اي حاجة عندي عايزة اشيلها في المطبخ في التلاجة، بحط فيهم على طول. فضيت فيهم الشعرية وهستخدمها الاول وبعدين نستخدم بقى من العلبة الكبيرة. نظمي حياتك كده ورتبي حياتك، هتلاقي الدنيا معاكي والله سهلة. وطول ما انت واقفة في المطبخ كده استغفري وصلي على النبي طبعا. والحوقلة هنا كان ريقي نشف وقلت اخد برضو كمان شوية. بس كده. المهم ما تسيبيش الاستغفار خالص والصلاة على النبي والحوقلة وحسبي الله ونعم الوكيل. بصي كل الحاجات دي، اي حاجة مضايقاكي طول ما انت واقفة في المطبخ كده استغفري وصلي على النبي وقولي كل الكلام الحلو بتاعنا ده اللي بيريح قلبك كده وبيصفي ذهنك، هتلاقي الدنيا معاكي والله زي الفل. المهم انا هنا كده خلصت، حطيت بقى رصيت الضلفة، وبعد ما اخلص الضلفة انا عايزه اقولكم ان انا هنا كنت واقعه من الجوع. خلصت كده وقلت اعمل شويه رز، بس قلت الم الضلفة معايا الاول. والرز كده كده ما بياخدش يعني 10 دقايق على النار بيبقى زي الفل واستوى. كده كده صينيه البطاطس كانت معايا في الفرن يعني. المهم هنا كده حطيت هنا اللايكات دي ليا طبعا. يلا يلا اللي مكمل معايا في الفيديو لحد هنا كده وبطل يحط لي تعليق حلو ولايك بقى كده من عنده جميل ويشجعني بيه. عايزه قناتي تكبر بيكم ونبقى احلى صحبه في الله باذن الله. هنا كنت طلعت معايا البطاطس وكنت عملت الرز طبعا. بصوا بقى صينيه البطاطس دي احلى بطاطس بتنزل في قلبي مش في معدتي. انا بحب الصوص بتاعها تقيل كده، احنا هنا بنحبها كده ما بنحبش فيها ميه كتير. هنا بصوا اللحمه دايبه دوب معايا، والبطاطسايه بصوا مستويه وزي الفل مش مهريه خالص، وانا حبيت اديها لون كويس كده، احنا بنحبها كده يعني. وهنا عملت شويه رز كده مفلفلين بقى والله يستاهلوا بقكم زي الفل. بس ده كان يومي وده كان غدايا برضو النهارده، قلت اشاركه معاكم كده. عملت شويه رز بشعريه والبطاطس وحطينا جنبها مخلل زيتون، وخلاص على كده وزي الفل. ربنا يطعم كل الناس يا رب العالمين. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. وكده يكون الفيديو بتاعي معايا كده خلص النهاردة.